ازيكم يا بنات يا امارات يا عسلات، وحشتوني قوي قوي. فيديو النهارده انا بحتز بيه جدا. هتعرفوا ليه دلوقتي. انا بقول يعني كده اكله مصريه اصيله كلنا اكلناها واحنا صغيرين، واللي ما كلهاش فاتوا كتير جدا من حلاوتها وطعمها، وكمان هي مغذيه جدا. الاجيال اللي طالعه دلوقتي طبعا ما تعرفش اي حاجه خالص عنها. كمان عايزه اقول لكم بنوتي الصغيره اول ما شافت النوعيه دي من الفول فبتقول لي فيه يا ماما فول بزلومه زي كده. انا مش عارفه اضحك بصراحه ولا ازعل. هو من المفروض من الوقت للتاني نعمل لهم اكله من اكلاتنا المصريه الاصيله وكمان من تراثنا. خلاص كان زمان طبعا مرتبط اللي بينجح يعمل فول نابت، اي حد عنده اي مناسبه بيعمل فول نابت. مش هكتر عليكم، ويلا دلوقتي نشوف الوصفه. بس كده بنات، ده طبعا الفول المنقوع او فول النابت اللي معانا. مبدئيا كده ده نص كيلو، انا جايباه جاهز طبعا، ما نقعتوش في البيت او ما بلتوش في البيت. نص كيلو ده ب25. طبعا احنا لو هنجيب بقى كيلو اللي هو فول التدميس ونعمله في البيت انضف بكتير جدا، وكمان اوفر معانا. خلاص هو تقريبا يعني كيلو فول التدميس انا كنت اخر مره جايباه تقريبا ب 32 جنيه او ب 33. قول يا ست دلوقتي بقى ب 35 برضو هيبقى اوفر معاكي وهيوفر معاكي كتير جدا. بننقعه ازاي او بنبله ازاي يا جماعه؟ انا هقول لكم على طريقته. طبعا هتجيبي الفول هتنقيه كويس جدا جدا، وتجيبي كمان اللي هي الفوله الكبيره شويه زي ما قلت لك بتاع التدميس اللي احنا متعودين عليه وبندمسه في البيت. هتجيبيه تغسليه كويس قوي قوي. هتنقعيه 24 ساعه في ميه، كانك بتنقعي كده زي البليله والترمس والحاجات بتاعتنا الجميله بتاعت العيد دي. خلاص هتخليه زي ما قلت لك 24 ساعه في الميه. تاني يوم هتصفيه. هتبلي قماشه تكون قطن كده تكون نظيفه. هتغطيه طبعا بيها، هتحطيه جوه القماشه وتغطيها كده. وكل شويه لما تحسي ان الفوطه دي او القماشه دي المنديه، هنقول بقى منديه مش هتبقى فيها ميه كتير. اول ما تحسي ان هي نشفت بليها واعملي الموضوع تاني، كرريه 3 ايام بالظبط وهتلاقيه بقى جميل جدا. انت تاني يوم هتلاقيه نبت حاجه بسيطه كده يعني بعض الشيء. بس طبعا دي التنبيته دي اخدت يعني من يومين لحد 3. كمان لو عايزاها اطول من كده التنبيته بتاعتها اوكي، خليها مثلا 3 ايام زي ما انا قلت لك هيبقى معاكي حلو جدا. ده بالنسبه للفول اللي معانا. المقادير بتاعته المقادير بتاعته بسيطة جدا، ما بياخدش اي حاجة خالص غير البصلاية دي. وكمان هناخد شوية من التوم. قولي كام فص كده من التوم المهروس، وطبعا بقى الليمون والكمون والكلام ده كله. خلاص كده يلا بقى نسمي الله ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. خلاص كده يا بنات، حلة على النار طبعا فيها مية بتغلي. هنزل بكمية الفول اللي معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، حتى كمان طريقته بسيطة قوي قوي وسهلة، مش صعبة خالص خالص. بصوا كمان يا بنات البصلايه اللي معايا قطعتها كده بالشكل ده. بصي قطعتها بالشكل ده، نبدأ نحطها. وكمان احط لها نص معلقة كده من الكمون. وكمان احط لها نص معلقة من الملح. المعلقة اللي انا بعمل بيها دي يا جماعة معلقة شاي صغيرة مش كبيره. طبعا انت لو عايزه تحطي ملح اكتر اوكي مفيش اي مشكله خالص. هنسيبه على النار لحد ما يستوي، ونرجع بقى نشوف الخطوه التانية هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده يا جماعه الفول بتاعنا على فكره هو استوى، انا شفت دلوقتي لقيته استوى. انا في الاثناء دي طبعا على الطاسه حطيت معلقه من السمنه البلدي، وكمان حطيت قطعه زبده، يعني عملت ميكس ما بين الاتنين علشان الطعمين هيدونا نكهه حلوه جدا. دلوقتي بقى انا حاطه الثوم على النار. بصوا بقى الحركه دي، بسم الله الرحمن الرحيم. ونطشله بالشكل ده، هنقلبه بالشكل ده. هو كده بقى جاهز ويعني تمام التمام. وكمان انا ما حطيتلهوش ليمونه وهو بيتسلق على النار، لان بصراحه ما بحبش احط الليمون كده مع اي حاجه بتغلي على النار، لان القشره كمان بتمرر جدا. احنا دلوقتي بقى هنعصر له الليمون بقى وهنظبطه ونحط له الشطه والكلام ده كله. يلا بقى دلوقتي نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. كده بنات الفول بتاعنا بعد ما طشيناه له كده بقى جاهز وتمام التمام. نبدا بقى نحط له الليمون. كل طبعا ما هتكتري له الليمون كل ما هيبقى معاكي جميل جدا. وحاجه بقى هتدفيكي في البرد ده، خدش وقت خالص خالص في تحضيره. وكمان هنا حمصت له عيش.
يعني زي ما كنا بناكله زمان بالظبط. ده طبعا عيش بلدي. حطي له بقى الشطه زي ما قلت لك. بس كده هتبدأي طبعا هتغرفيه في بولات صغيرة، او شوفي انت عايزة تقدميه ازاي. بالشكل ده بقى معاكي اجمل فول نابت ممكن تعمليه في البيت. ريحته روعة، ريحته قلبت الشقة الحقيقة. جربيها ان شاء الله، بإذن الله الوصفة دي هتعجبك كتير. بس كده، وده كان فيديو النهاردة. باي باي يا حبايبي.